السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مها. وانا النهاردة هعمل لكم اكلة جميلة جدا من زمان من زمان من زمان، معروفة، فدلوقتي ممكن يكون في ناس كتير ما بيعملوهاش. دي العجة. فانا هقول لكم عليها بطريقتي، والعجة دي مش مكلفة خالص يعني. دي هتجيبي بس 5 بيضات، دول اللي انت ممكن تشتريه من بره، غير كده كل الحاجات بتاعتها في البيت. فانا هنا عاملاها ب5 بيضات وعليهم فلفل اسود، وعامله 3 بصلات كبار، جزرايه، فلفل، سواء حراق او بارد، وخضره. وهنا معايا دقيق، 5 معالق دقيق، عشان انا عامله 5 بيضات، لكل بيضه معلقه دقيق مليانه. ومعاهم بقى كل التوابل، الملح والفلفل والكمون والكزبره والبهارات، اي توابل انت عايزاها حطيها. ومعاها كمان حبه بيكنج باودر، عشان طبعا الدقيق لازم يكون معاه عليه بيكنج باودر، طالما اي وصفه فيها دقيق لازم تحطوا بيكنج باودر. فانا هنا هقلب كل المكونات الجافه مع بعض عشان تسهل عليا في التقليب. في المكونات يعني هقلبها مع بعض كلها في الدقيق، ويختلطوا كويس مع بعض. وبعد كده هيكون عندي طاسه على بوتاجاز سخنه، احط عليها البصل. ده اول حاجه، البصل اول حاجه هحطه، بس يا دوبك يسخن فقط لا غير. هسخنه بس كده الاول مع الزيت اللي انا حطيته. عايزين تحطوا بقى اي حاجة تاني غير يعني فوق المكونات اللي انا قلت عليها، براحتكم، دي حاجة ترجع لكم. وهنا كنت بحمر شيبسي. الشيبسي ده على فكرة من البطاطس الحمراء، بصراحة فوق الرائع، والله بجد فوق الرائع. البطاطس الحمراء فعلا بتعمل احسن شيبسي. هنا كانت سخن البصل. هنزل عليه بقى بالفلفل وبالجزر لحد ما يتبلوا مع بعض. لكن انا مش هحمر اي حاجة، ولا البصل يتحمر ولا اي حاجة، هما بس هيتبالوا مع بعض، يعني يسخنوا بمعنى اصح. هقلبهم كويس عشان كله يتسخن مع بعض. هيسخن، وبعد ما يسخن انا هسيبه بقى يبرد، لان ما ينفعش يتحط مع المكونات التانية دي خالص غير لما يبرد. تمام، لان لو حطينا البيض مع الدقيق ومع المكونات دي كلها مع البصل وكده وهو سخن، للاسف مش هتقب وهتبوظ بجد. يعني ما تقولوش بقى انا مستعجله، لا، مستعجله برديه. هنا بقى هجيب الدقيق اللي انا قلبته، كل اللي فيه، المكونات اللي انا حطيتها فيه، عشان بقى يقدر يفك ويقدر يتقلب كويس. لازم تعمليه بحبه ميه صغيرين الاول، حبه ميه صغيرين تقلبي بيهم الدقيق علشان ما يكلكعش. وكمان ينفع يدوب في البيض، لان انت لو ما عملتوش كده مش هيدوب في البيض. فانت لازم تدوبيه شويه ميه الاول. والبنات الحلوين الامارات اللي بيتعلموا يشوفوا الوصفه ديت ويتعلموها، وسهله على فكره، مش صعبه. كده بقى هنقلب الدقيق كويس مع الميه، كده القوام بتاعه ده كده المظبوط، لان احنا مش عايزينه يعني يبقى خفيف. هنجيب بقى البيض، نربه الاول كده بالفلفل عشان يسهل علينا برضو في التقليب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا بقى على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى كنت نزلت كده بالبيض على الدقيق. هقلب انا طبعا، هنا كنت بقلب بالراحه علشان البوله اللي انا كنت بقلب فيها بصراحه كانت صغيره، فانا برضو قعدت احاول لحد ما قلبت يعني. وبعد كده هنقلها في حاجه تاني علشان اعرف اقلب بقى بقيه المكونات كلها. انا بقى هنا كده قلبته كويس وضربته كويس مع بعض. هنا بقى ياسمين طبعا قامت بالواجب، فلازم تطلع بقى في الفيديو، وكانت مبسوطه جدا وهي بتعملها، عشان هما بيحبوا العجه جدا يعني. كانت مبسوطه وكانت حابه هي اللي تعملها كلها، فانا خليتها تعمل عشان تشارك، وكل البنات اللي من سنها يشاركوا. فكانت فرحانه وهي بتعمل. ربنا يفرح قلوبهم كلهم يا رب اجمعين. هنا بقى حطت الخضره. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ ضربنا الدقيق بكل التوابل بحبه ميه صغيرين، وبعد كده حطينا عليهم البيض، ضربناهم مع بعض كويس، وبعد كده حطينا الخضره. كده بقى هتقلب كله مع بعضه. وبعد كده هنجيب حاجه كبيره شويه وهنفضي فيها بقى
البصل بالجزر دول ده كده بيردوا تماما، بيردوا تماما. هنقلبهم بقى كده مع بعض، وبعد كده هنجيب صينيه ندهنها زيت ونبدرها بالدقيق زي صينيه الكيكه كده لما بنيجي نعملها، ونروح صابين فيها الخليط ده بعد ما نقلبه كله. هي طبعا هنا ياسمين بتنزل الخليط وهي خايفه لا يقع منها. يلا يا حاجه ياسمين اخلص عشان الفيديو. هنا بقى كده هتقلبهم وتروح بقى حطاهم على هتفضيهم هي في صينيه وتقلبهم، الصينيه اللي احنا كنا محمرين فيها اصلا البصل يعني. هتحطهم هي كلهم مع بعض وهتقلبهم بقى فيها اهي. وجبنا كده بقى الصينيه فضيناها مع بعض. شوف بقى هنا دلوقتي هي اللي كانت عماله تعمل وفرحانه يعني. بس هنا كده حطيناهم بقى كده في الصينيه كده، انا خدتها منها بقى قلت لها شكرا على كده وكفايه، هكمل انا بقى. حطيناهم بقى كده في الصينيه كويس، ورحنا حاطينها في الفرن على درجه حراره بقى 180 200 على حسب درجه حراره الفرن يعني بتاع اي بتاعك يعني عامل ازاي. بس فهنسيبها بقى، هي خدت على فكره مني حوالي نص ساعه بس طلعت تحفه. والله اقسم بالله بجد قلبت ريحه الشقه كلها. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ كيكه، كانها كيكه اهي. شايفين بقى الارتفاع والجمال، شايفين شكل الخضار. هنا بقى هم قالوا لي رصيها على الشيبس، انا كنت عايزه ارصها على خضره ما رضيوش، قالوا لي رصيها على الشيبس مع ان الشيبس ما كانش باين، بس طلباتهم اوامر. ربنا يخليهم ويبارك فيهم يا رب، هم واولاد المسلمين اجمعين. بس شايفين بقى الشكل والريحه، يا ريت والله بجد يعني تجربوها وتشوفوا الريحه، بس شوفوا الريحه ولا الطعم. والصينيه على فكره كفت كتير. شايفين عامله ازاي؟ يعني بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اللهم بارك، تحفه. وكانت اكله مشبعه جدا وكانت جميله جدا، كانت في منتهى الجمال. شايفين ان السرفيس اتملى ما شاء الله ولسه الصينيه ما خلصتش. ده كده السرفيس البيضاوي اتملى كله ما شاء الله. هما بقى واقفين حواليا طبعا هيتجننوا، عايزين يخطفوا عمال بص هيتجننوا كده. والشيبسي كان جميل جدا، فكانوا فرحانين بجد بالاكله يعني. عملت بقى جنبه طبعا البتنجان، وعملت السلطه والفلفل الحراق والمكرونه. محدش يقول لي ايه علاقه المكرونه، هي القلعه جت جنب البحر يا جماعه. القلعه جت جنب البحر. هي كده حلوه، هما كانوا نفسهم في المكرونه وعايزين عجه، فانا بصراحه انا كنت عاوزه اعمل العجه عشان اصورها وعشان ما عملتهاش لسه في القناه. وهم كانوا عايزين برضو ياكلوا مكرونه مع العجه فعملت لهم مكرونه. بس انا عامه ما بعملش مكرونه يعني جنب العجه، هو العيش والحاجات دي وخلاص. بس بألف هنا وشفا يا رب على قلوبنا كلنا يا رب جميعا. وجربوها بقى كده وشوفوا ايه رأيكم، شوفوا الجمال. وشوفوا اكيد يعني في ناس بتعملها بطريقتي، في ناس بتعملها بطريقة مختلفة. فشوفوا بقى ايه انتوا بتعملوها ازاي وجربوا طريقتي وشوفوا ايه رأيكم. ماشي. مع ألف سلامة.